السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض أكلة جميلة أوي مصرية أصيلة، واحنا في مصر بنقول عليها أكلة اقتصادية، بس بصراحة أنا حاسة في الوقت الحالي إن ما بقتش اقتصادية، لأن طبعا البيض بقى غالي والبصل غالي وكده، فربنا يرحمنا برحمته. فاحنا بقى ايه، نستبدل بدل كلمة اقتصادية نقول ايه، أكلة مفيدة أو اقتصادية ومفيدة مع بعض عشان ما نزعلش حد. هنعمل بقى العجة المصرية زي ما انتم شايفين كده معايا على البوتاجاز اهوت، حلة فيها زيت. زي ما انتم شايفين كده بقى خضار اهوت، بصل وتوم وطماطم وحاجاتنا كلها بقى خضار. معايا خضرة ومعايا كده 5 بيضات زي ما انتم شايفين، ومعايا 3 معالق من الدقيق وعليهم معلقة من البيكنج باودر، تمام. ومعايا ملح وفلفل وكمون و7 بهارات او بابريكا، بس كده. ما يعني بلاش بهارات، يكون اكتر من كده، تمام. ومعايا خضرة اهوت وعلى شبت متقطعاهم كده زي ما انتم شايفينهم كده. بس كده، دي اكلتنا النهارده سهله وبسيطه قوي، وزي ما قلت لكم كده بقى، ايه، سموها بقى زي ما تسموها بقى، اقتصاديه او اما بقى ايه، اكله مفيده زي ما انتوا حابين. ودي طريقتي اللي انا عملت بيها العجه، ويا رب ان شاء الله تعجبكم. لو انتوا عندكم طرق احسن مني عرفوني، عادي جدا، كلنا بنتعلم من بعض. زي ما انتم شايفين كده بقى معايا حله اهوت على البوتاجاز وفيها شويه من الزيت، تمام كده. اول حاجه بقى هننزل بالبصل معايا بتاعي ده، دول 4 بصلات كبار، تضربيهم في الكبه كده وننزلهم في الحله، وهنحطهم كده في الحله البصل كده ونقلبهم كده. وعايزين نتبل البصل كده، بصوا احنا مش هنصفره ولا حاجه، احنا نتبله كده زي ما انتم شايفين كده. وما تنسوش بقى وانتوا بتتفرجوا على الفيديو بتاعي ده كده، تعملوا لي لايك بقى وشير وسبسكرايب في القناه اللي ما اشتركش في قناتي. ويا رب ان شاء الله تعجبكم القناه، بصوا فيها بصه كده، وان شاء الله تعجبكم وتبقوا من عيلتي الجميل. البصل كده معايا اهوت اتبل، وهننزل بقى كده بالثوم زي ما انتوا شايفين كده. والثوم بقى زي ما انتم شايفين كده ننزل بيه على البصل ونقلبهم كده تقلبتين حلوين كده مع بعض، تمام. وبقى ايه، بقيت حاجه، بصوا من الاكله دي عباره عن كلها خضار يعني، تمام كده. ومعانا طبعا فلفل، فلفل اخضر، فلفل الوان زي المتاح عندكم. انا كان عندي فلفل احمر اهو الوان، وقرن واحد من الاخضر، فهستخدمه عادي وهينفع معايا وهيبقى زي الفل، تمام كده. ومعايا طبعا الدقيق 3 معالق ممسوحين، ما يكونوش هرميين، عشان العجه بتاعتنا ما تبقاش مكتومه، تمام كده. الدقيق يا جماعه يعني ما نكترهوش، يبقى ايه، على قد المقدار بتاعنا، على قد الصينيه بتاعتنا، ما نكترش عشان العجه ما تبقاش مكتومه وتبقى حلوه معانا كده، تمام كده. وهنبدا بقى ننزل كده زي ما انتم شايفين كده بالخضار بتاعنا، واحده واحده بعد واحده كده، تمام. خلاص كده البصل والثوم مع بعض كده، تبلناهم كده مع بعض. هننزل بقى بالطماطم بتاعتنا كده، دول برضو 4 حبات من الطماطم مقطعاهم عادي، تقطعات عادية جدا صغيرة زي تقطعات السلطة كده ما بنيجي نعملها. وهنقلبهم كده مع بعض. وطبعا لازم الطماطم بتاعتنا تستوي او تسبك مع البصل مع بعضها، تمام. بعد ما اقلبها كده هغطي بقى على الطماطم مع البصل وكده، عشان انا عايزه الطماطم تستوي او تسبك، تمام كده. بس كده، الطريقه سهله جدا وبسيطه، واكله زي ما قلنا يعني ايه، اقتصاديه او حلوه مفيده، يعني تغيير بقى عن اللحوم والحاجات الغاليه ديت. ربنا يرحمنا يا رب برحمته ويفرجها علينا كلنا، اللهم امين. بس كده، بعد كده بقى زي ما قلت لكم هننزل بقى بالخضار بتاعنا واحده بعد واحده كده. ونزلت بقى ايه بالفلفل الالوان بتاعي، فلفل اخضر زي ما هو موجود عندكم، تمام. وهنفضل نقلبها كده، وهنسيبها برضو شوية كمان لحد ما تتسبك كده وتاخد وتدي ايه مع نفسها كده. وبعد كده بقى هنجيب البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل وكمون، دول اساسي. حابين بقى نضيف معاهم بابريكا ماشي، مش حابين خلاص، تمام كده. حابين تضيفوا رشة كده من ال7 بهارات، تمام. بس كده، ما نحطش بهارات تاني، هي العجة دي بهاراتها بس اللي احنا ايه نحطها ونستخدمها يعني. وهنديها بقى تقليبه كده. وبعد ما نقلبها بقى الخضار بتاعنا ده كله يستوي مع بعضه، هنسيبه ان هو ايه، يبرد خالص ويهدى تماما تماما تماما. ما ينفعش نحط البيض عليه غير لما الخضار بتاعنا يستوي كويس ويهدى، يبرد، يهدى يعني يبرد. نطفي النار عليه ونسيبه يبرد
خالص. وبعد ما يبرد بقى نبدأ بقى ننزل ايه ببقية المكونات بتاعتنا بقى، البيض بقى والدقيق والحاجات بتاعتنا. وهنشوف دلوقتي زي ما احنا كده شايفين مع بعض. وما تنسوش بقى وانتوا بتتفرجوا على الفيديو بتاعي ده تعملوا له لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وان شاء الله تعجبكم قناتي، واللي يعجبه قناتي يشترك عندي في القناة ويفرحني بالاشتراك. و ربنا ان شاء الله يديمكم نعمة في حياتي يا اجمل متابعين في الدنيا. خلاص كده زي ما انتم شايفين هنطفي بقى النار على الخضار بتاعنا وهنسيبه يبرد بقى خالص مع نفسه. نشوف اي حاجه نعملها على ما يبرد. هنا بقى الخضار بتاعنا اهوت برد خالص تماما. هنجيب بقى البيض 5 حبات من البيض كده هننزلهم، وهنبدا بقى نقلب بالمضرب بتاعنا البيض بقى مع الخضار، نقلبهم كويس جدا نمزجهم مع بعض. وبعد كده بقى نجيب الدقيق بقى زي ما قلت لكم لو حابين تضيفوا معلقه كده من البودر عشان خاطر يعني يبقى نافش معاكم يعني. تمام. مش حابين خلاص. انا ضفت صراحه معلقه كده حطيتها مع الدقيق مع البيكنج باودر يعني. تمام. وبصوا بقى كانت ريحتها جميله قوي قوي قوي. تمام كده. طبعا واحنا بقى بنعمل كده هنكون طبعا مولعين الفرن بتاعنا ظابطينه على درجة حرارة 180. وهي كمان العجة ما بتاخدش وقت في التسوية، تقريبا بالظبط كده بتاخد 20 دقيقة تلت ساعة يعني. تمام. وبعد ال20 دقيقة هنولع الشواية، نطفي بقى من تحت ونولع الشواية من فوق دقيقتين 2 بس تاخد وش جميل معانا كده زي ما هتشوفوها. وخلاص تمام كده. بس كده زي ما انتم شايفين حطينا البيض وقلبناه كويس، والدقيق يا جماعه 3 معالق فقط او معلقتين ونص على حسب الصينيه اللي معانا. ما نزودش دقيق عشان ما تبقاش مكتومه معانا وتبقى حلوه كده وخفيفه وطريه. وعلى فكره والله الاكله ديت الاطفال بيحبوها قوي قوي، بتبقى حاجه تغيير كده من كل وقت للتاني بنعملها. انا بصراحه ما بعملهاش كتير، بعملها من كل وقت للتاني وبتبقى حلوه للاطفال يعني، ولينا احنا برضو كمان ككبار. وهنا بقى الخضره بتاعتي اهوت ننزل بالكميه، بس انا هنا صراحه كنت حاطه كميه خضره كتيره شويه. تمام. انتوا طبعا حابين تحطوا زي كتير تمام، حابين تقللوها شويه الخضره تمام زي ما تحبوا. وهنجيب بقى صينيه معانا صينيه بقى ايه لو هتعملوها في صينيه تيفال دهنه بسيطه من الزيت، او صينيه بايركس او ألمونيا ندهنها كده دهنه بسيطه الصينيه من الزيت كده بس كده. واحنا طبعا مولعين البوتاجاز زي ما اتفقنا هنحطها في الفرن هتقعد تلت ساعه ونطفي بقى من تحت ودقيقتين 2 من فوق تاخد وش حلو كده. وبالهنا والشفا بقى احلى. بصوا عجة مصرية ممكن تاكلوها. الاكلة دي بصوا مصرية اقول لكم ايه 100% ولا 1,000,000%. بجد بجد يعني اكلة بصوا 100% مصرية يعني. وصراحة هي اكلة مفيدة قوي يعني صراحة. زمان بقى خالص كنا نقول عليها ان هي اكلة اقتصادية ونعملها بقى في اليوم كغدا كده ولا حاجة عشان ايه نوفر ونقضي اليوم. بس بصراحة دلوقتي لا ما عادش كده يعني، لان طبعا البيض بقى غالي والبصل والحاجات بقت غالية، فهي مفيدة قوي قوي. ويا رب ان شاء الله تعجبكم طريقتي فيها. وزي ما انتم شايفين كده انا اهوت جبت صينيه اهو بايركس وحطيتها دهنه كده من الزيت، وهنزل بقى بالعجه بتاعتي فيها اسويها كده في الصينيه وبس كده. وكده دي كانت اكلتنا النهارده وغدوتنا الجميله. يا رب ان شاء الله تعجبكم. وزي ما قلت لكم بقى يعني لو حد عجبه قناتي ان هو يشترك فيها ويبقى من عيلتي. بصوا العجه اهيت انا دخلتها الفرن زي ما قلت لكم وطلعت معايا بالشكل ده. وطبعا الخضار فيها كتير لان انا مزوده الخضار، انتوا حابين تقللوا الكميه قللوها براحتكم يعني وكده. وهي بصوا كان طعمها جميل قوي قوي وريحتها بصوا كانت تحفه 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 بجد. لسه سخنه اهيت. يا رب بقى تعجبكم. وما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. شايفين القعر بتاعها جميله قوي قوي.
بس كده، ودي كانت اكلتنا. ويا رب بقى زي ما قلت لكم تعجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك، وشكرا ليكم، وبحبكم جدا يا احلى متابعين. وبأكد عليكم بقى باللايك والمشاهدة بقى للفيديو، يا ريت تعملوا مشاهدة كاملة كده وتبسطوني، وربنا يكبر بخاطركم يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.